الخصام في الدار بين الرجل والمرأة. انا قلت المره اخرى الدواء ديروا في الدار صالون ديال القران الكريم بالمعقول، يعني واحد الحل عجيب جدا للمشكلات البيتيه، وجربوه وتشوفوا. مره في الاسبوع جلسي انت والزوج ديالك والاطفال ديالك وقراوا القران الكريم ودارسوا شي شويه ديال شي ايه ولا جوج ديال الايات، تحاولوا تعيشوا المعاني ديالهم. نضموا حلقات ديال الحفظ، منافسه بينك وبين الراجل ديالك في الحفظ والاطفال، دخلوهم في المشروع. صالون ديال القران الكريم يمكن لكم تعاودوا تطوروه وتجيبوا حتى الجيران ديالكم الا كانت شي علاقه مزيانه مع شي جاره او جيران وديروا مجلس ديال النساء ومجلس ديال الرجال، صالونات ديال القران الكريم. القران اذا دخل للدار كيدخل البركه، كيذوب المشاكل. الدبيزه في الدار، المعركه في الدار، اش مع انت الشيطان ساكن معكم. ما كاينش شي حاجه اخرى. الشيطان خصو يخرج، كيخرج بالقران.